السلام عليكم واهلا ومرحبا بكم معنا من جديد في القناه ديالكم. كيف ديما وكيف العاده ان شاء الله غادي نقدم لكم براوني. ما كاينش اللي ما كيعرفش براوني، هو صراحه سميتو كتر منه ساهل ماهل. يلا دوزوا معايا المقادير ان شاء الله وطريقه التحضير. كما كتشوفوا هنايا غناخذ مقله وغادي ندير فيها 80 غرام ديال السكر سنيده، وغادي ندير 20 غرام ديال الماء وغادي نخليه حتى يغلى ويبقبق مزيان ويتحول لينا هاد المحلول واحد الحاجه سميتها الكراميل. هانتوما شوفوا معايا، انا ما كنحركش كاع المقله، ما كنقيسهاش كاع لا بمغروفه لا حتى شي حاجه، كنخليها راسها داكشي كيدوب، السكر كيدوب وكيتخلط مع الماء وكيعطينا على هذا الشكل هذا كما كتشوفوا. كنخليه كما قلت لكم حتى كيتبقبق، حتى كنبدا يبان ليا الحموره مع الجناب، يعني كيبدا نشوف الكراميل كيبدا يتكون ليا مع الجناب. هذاك الساعه كنبقى نحرك هكا شويه بالمقله، ولكن غير بالمقله ما كنحرك بحتى شي حاجه. هانتوما غادي نبان لكم هنايا، شوفوا معايا، شفتوا راه بدا دابا كيدار الكراميل. صافي غادي نخليه حتى يزيد يطلق ليا واحد شويه، وغادي نضيف عليه هنا النوا ديال هذا النوا ديال النوا بيكونط، القرقاع الرومي ولا اش كنسميوه، كل واحد واش كيقول له. ولكن الا ما توفرش تقدروا ديروا اي مكسرات عندكم في البيت، يعني ديروا القرقاع العادي، ديروا نوازيت، ديروا لاكاجو اللي عندكم، ديروا اللوز. ولكن بلا ما نكذب عليكم، يعني السر ديال هاد البراوني هو هاد النواه هذا صراحه، كيجي به شي حاجه ما نقول لكمش عليها. المهم تجربوا ان شاء الله وردوا عليا. هانتوما كما كتشوفوا كنخلي هنا هاد النواه كتكاراميليزا هنايا، يعني كنخليها هي او ميم طون كتحمر او ميم طون كتولي كتاخذ لينا داك الكراميل. هانتوما فاش كنشوفوا داك الكراميل داب، يعني ما بقاش محجر عليها، كنخويوه فوق هاد ورق الزبده، وغادي نضيف عليه، غادي نجيب ورقه واحده اخرى ديال ورق الزبده وغادي نغطي عليها كما كتشوفوا معايا هنايا. غنحاول نطلقوا واحد شويه هكا، المهم عندكم راه كيكون سخون بزاف عندكم يديكم، حاولوا تطلقوه شويه بحال هكا. صافي هنا غادي ناخذ واحد الورقه واحده اخرى ديال الزبده وغادي نغطيه، غير باش هاد القضيه زعما هاد القضيه اللي كندير هي باش تطلق ليا مزيان هاد النوا وصافي، باش نحاول نطلقه لانه هو كيكون مجموع لينا بالسكر كما شفتوا. دابا غادي نخليه حتى يبرد على جانب وغادي ندوز معكم باش نصايبوا ان شاء الله الشوكولا. غادي ناخذوا هنا الشكلاط نواغ، انا خديت 200 غرام ديال شوكولاط نواغ مع 120 غرام ديال الزبده، غادي نديرهم في حمام مريم ونخليهم يذوبوا. هنا غادي ندوز ناخذ جوج بيضات وجوج قبيصات ديال الملح. الا كانت عندكم من الاحسن تكون الملحه ديال هذيك لي فلور دو سيل، ديك الملحه اللي كتكون شويه غوز. ما كايناش ديروا الملحه العاديه ديال الطياب، هذه ما كيكونش فيها شي مشكل. كنطربوه غير شويه، انتم شفتوا ماشي نطلعوا البيض، ما غاديش نطلعوا البيض، غير نطربوه واحد شويه ونضيفوا السكر. عندي هنا قلت لكم جوج بيضات، جوج قبصات ديال الملح، مع درت هنا 80 غرام ديال السكر، لان كما كتعرفوا عندنا الشكلاط حلو كراميل حلو. هنا 80 غرام السكر، نقصوا شويه السكر وغادي نطرب بحال هكا غير شويه، تقدروا تضربوا بيديكم ماشي مشكل. هو ما عندنا حنا ما عندناش الغرض من البيض يطلع لينا، لان الا طلع لينا البيض ما غاديش يجينا من الداخل معلك هاد البراوني، غادي يجينا داك الساعه موالو، اذا حنا ما عندناش الغرض يجينا موالو. هنا ضفت معكم 40 غرام ديال لافارين، غادي نخلط واحد شويه، نخلطها المهم حتى تجانس ليا هكا مع العناصر، مع البيض والسكر بهذه الطريقه هذه. حتى هنا ما كنطربش بزاف، غير شويه على ما يصلح ليا الخليط على هذا الشكل هذا. صافي كما كتشوفوا هنا غادي نحطو على جانب وغادي ندوز ناخذ النوا ديالي ونقطعو. غادي نحاول نبقى نقرد هكا بالموس. هو كما كتعرفوا ان الكراميل فاش كيتجمع كيولي زجاجي، يعني باش يتقطع شويه شويه ماشي سهله، ولكن غتحاولوا معاه غير بشويه. صافي على هذا الشكل هذا كتهرمشوه شي شويه. ما عندكم ديروه في الطراب، لان الا درتوه في الطراب غيتفتت ليكم، ما غاديش يجيكم بالطروفي كبار. هنا من بعد ما دابت ليا الشوكولا خلطتها مزيان مع الزبده، كنخلطوها مزيان يعني حتى كتخلط لينا مزيان، عاد نضيفوها على الخليط ديالنا ديال الطحين والبيض والسكر. صافي غادي نخلطوا هذا الشيء مزيان كما كتشوفوا. هنا من الاحسن تخلطوا غير بسباتولا ولا بمعلقه ولا باي حاجه، ما تتخلطوش بالطراب. صافي كتحاولوا تدخلوا العناصر مع بعضياتها على هذا الشكل هذا.
هاد الجاتو كيما قُلت لكم صراحة ساهل، يعني ما صعيبش، بزاف ديال الناس صراحة في هذا في الفيسبوك كيقول لك وي هاد الجاتو زعما ما كنزعمش عليه، راه صعيب، ما كنخاف ما يصدقليش، يعني ما جربوش ديجا ولكن أنا كنقول لكم ما عندكم مناش تخافوا، راه ساهل بزاف، بزاف وكيجي روعة، 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 يعني اللي جربو راه عجبتو لا غوسيط وعجبو الجاتو. هنا كيما شفتوا ضفت معايا داك النوا وكنحاول نخلط وخليت واحد شوية، راني نقصت واحد شوية غير هكا حفينة، تمن حفينة اللي غادي نديرها من الفوق، غادي نزيد معاها شوية ديال الشكلاط وغادي نديرها من الفوق. صافي هنا خديت أنا المول، عند المول عندي فيه 20 سنتيم باش تعرفوا المول، يعني القياس هاد المقادير اللي درت أنا لهاد المول هذا يعني ديال 20 سنتيم. درت له هكا ورق الزبدة. من الأحسن واحد النصيحة واحدة أخرى هو أن بزاف ديال الناس من عطيتهم لا غوسيط قبل ما نحطها ما داروش ورق الزبدة وكيلصق ليهم، راه من الأحسن ديروا ورق الزبدة لأنه مع فيه الشكلاط راه كيلصق. من الأحسن يعني يُفضّل أنكم باش تتفادوا أنه يلصق ليكم ديروا ورق الزبدة. صافي كنحاول أنني نطلق مزيان الخليط ديالي في المول، صافي نقادو هكا مزيان في المول كيما كتشوفوا الجوانب هنا ما يبقاش واحد الجهة طالعة وواحد الجهة هابطة، على هاد الشكل هذا. وفي هاد الأثناء هادي يعني راني شاعلة الفران كيسخن على 180 درجة، 180 درجة. أنا فران عندي ديال الضو ودرت له الفرفرة، يعني إلا عندكم فران عادي راه تقدروا طيبوها في فران عادي ماشي مشكل، ما كاين حتى شي مشكل، كتشعلوها من التحت وكتخليوها. صافي هنايا منين قديتو هكا في المول خديت هنا كيما قلت لكم داك شويه د النوا اللي خليت مع شويه ديال الشكلاط شديتو هكا قطعتو طريفات وكنحاول نديرو من الفوق. يعني هاد القضيه هادي اختياريه، انا كيعجبني هكا نديكوريه من الفوق، هو اصلا كيجي زوين بلا ما كنديكوريوه، ولكن فاش كنديكوروه هكا من الفوق حتى داك الشكلاط من كيذوب لينا كيعطي واحد المذاق واحد اخر، يعني صراحه كيزيد. جربته بلا هاد القضيه ويعني ما جانيش بحال هاد كي نقول لكم ما جانيش، يعني داك النوا ملي كيكون من الفوق كيبقى شاد داك الكراميل ديالو كيجي زوين. صافي هنا غادي ندخلو للفران، أنا طيبته على 27 دقيقة، صافي 27 دقيقة وكنخرّجو، صافي كنخليه يبرد. ها نتوما كيما كتشوفوا أنا عاد خرّجته كيجي غزال زوين بزاف. هنا غتبان لكم التصاور مختلفين، هنا فقط في الفيديو عندي شوية ما كيتصورش مزيان الكاليتي ديالو، بالحق الفوتو صراحة هذاك هو التصويرة ديالو الحقيقية كيجي زوين بزاف، كيشهي صراحة. الريحة ديالو كتبقى في الدار طالقة يومين وهي في الدار. صافي هنا نتوما من بعد ما برد ليا راني حيدته وحيدت له ورق الزبدة وغادي ندوز نقطع معكم باش نوريكم يعني كيفاش واخا يعني فيه داكشي مهرمش من الداخل راه ما كيتقرد ما حتى شي حاجه، كيجي مجموع ومعلك سورتو. هنا كنحاول نقطع ها نتوما كنقطع غير بموس حاده ولا باي موس يكون عندكم ماضي باش كيحاول يقطع لكم هذاك النوا اللي كيبقى مثلا الداخل. كان شي طريفات كيبقاو شويه كبار كيتقطعوا حتى هما. صافي ملي كنقطع كنمسح الموس مزيان باش هكا ما كنجل نقول لكم ما كنجلخش الكاطو، فوالا كيبقى لنا الكاطو نقي. سمحوا لي الا كثرت عليكم الهضره ولكن فريمون كيحتاج هذا الكاطو هو ماشي صعيب ولكن فيه عنده واحد التقنيات اللي الواحد باش ما يغلطش فيه ويجيه كيف ما كيشوفوا هنا عندي في في لا فيديو. وكنتمنى تجربوه راه ساهل صراحه بزاف ساهل، ماشي داك كما كنقولوا هو السهل الممتنع. يعني هو ساهل وكثرت انه ما كيشوفوه الناس صعيب حتى واحد ما كيزعم عليه وما كيبغيوش يديروه، لانه كيقول لك ما كنخاف ما يصدقش معنا. بالعكس هذا راه ما كيحتاج خماره ما كيحتاج حتى شي حاجه، يعني ما كيحتاجش انه اصلا يطلع لينا بحال الكيك ولا ما غيطلعش، بالعكس كيجي معلك من الداخل كما كتشوفوا. داك الطريفات ديال النوا كيجي صراحه واحد روعه روعه، كيجي بنين بزاف. واخا نوصف لكم راه ما غنقدرش نوصف لكم حتى تجربوه وانتم ردوا عليا في لي كومونتير ان شاء الله. شوفوا معايا كيفاش كيجي صراحه زوين بزاف بزاف. كنتمنى تجربوه وتردوا عليا ان شاء الله في لي كومونتير كما قلت لكم. وكنقول لكم السلام عليكم وخليتكم على خير وبخير، ومادام ان العيد الكبير قرب كنقول لكم عيدكم مبارك سعيد والعواشر مبروكه. السلام عليكم.